صحن يتحمل الحرارة نحطه في الوسط بهذا الشكل، ونحط عليه الفحمة. شوفوا لي هالرز ما شاء الله تبارك الله، يا سلام. كثير من التعليقات تجيني لما أطبخ المندي بالبرميل أو بالفرن، وكل التعليقات تدور حول محور واحد، اللي هو وإذا ما عندي برميل أو إذا ما عندي فرن مندي. فلذلك اليوم موضوعنا حول وصفة عملتها تقريبا قبل 17 سنة، اللي هي المندي بفرن البيت. بإذن الله راح تاخذ مندي على كيفك. خلونا نبدأ بسم الله، يلا بينا مع بعض. وأول حاجة نعملها نقسم دجاجة إلى قسمين، السكين دائما في الحوصلة، ونسحب هذا الشكل، قسمنا الصدر إلى قسمين. الخطوة الثانية نمسك من عند الفخذ السكين من عند العصعوص باتجاه الرقبة، هاي انقسمت معانا إلى قسمين متساوية. برأس السكين من عند الساق ندخل السكين نسحبها لنهاية الفخذ علشان نفتح هاي الفتحة بالفخذ، والصدر بس نغرس سكينتنا بالصدر بهذا الشكل ونشيل نهاية الجناح، ما له داعي. هذا نص حبة دجاج جاهزة معنا. التتبيل الدجاج المندي الأساسي ما يتبل الدجاج نهائي، عبارة عن ملون طعام مع الملح، أو إذا نوجد الزعفران لون الزعفران كافي. لكن بحكم إنه اليوم راح نطبخه بالفرن ما هو بالبرميل علشان يتنكه نكهة الحطب، راح نحط له شوية توابل مشكلة علشان نكهة الدجاج أو النكهة الطيبة تطلع لنا في المندي. بزبدية راح ناخذ نصف ملعقة كبيرة بهذا الشكل وننزلها بالزبدية، نصف ملعقة من التوابل المشكلة، ملح تقريبا نصف ملعقة، ننزل عليه نصف كوب ماء. نخلط المكونات مع بعض. نجيب صحن الدجاج وننزل عليه الخلطة مباشرة بهذا الشكل، نلون ونملح ونبهر الدجاج. جاهز حاليا الدجاج. ننتقل لمرحلة تحضير الرز. قدر الطبخ بداية ننزل شوية زيت، طبعا هذا الشيء راجع لك، تحط زيت زيتون، تحط سمن، تحط زبدة، تحط إلية خروف، هذا الشيء راجع لك. أول ما سخن الزيت أنزل بصلة مفرومة. بعد ما حطينا البصل نحط 5 سنون ثوم مهروسة، توابل صحيحة، قرفة، ورق غار، هيل، وشوي فلفل أحمر حار. نزل حاليا عليه المي الحار المغلي. شوية فلفل أخضر، فلفل أحمر حار، ونتركه حاليا لحد سيغلي. بعدين ننزل عليه الرز. أنزل حاليا الملح، ولازم يكون معي مالح لدرجة بسيطة إني ما أتقبله علشان يكون الرز معانا مضبوط. راح انتظره لحد سيغلي وأخليه يغلي مع المكونات ومع التوابل لمدة دقيقتين. بعدين أنزل الرز عليه. غلى معي المي وتركته لمدة دقيقتين، أنزل الرز عليه. رز اليوم المستخدم اللي هو العنبر ما يحب المي، يعني إذا المزة نخلي تقريبا سنتي ونصف إلى 2 سنتي فوق الرز، فوق سطح الرز. العنبر نخلي سنتي واحد فقط فوق سطح الرز. نحركه شوي مع بعض، ونجيب طبقة من القصدير نحطها بهذا الشكل. نحاول نعمل تجويف داخلي فيها علشان ينزل داخل الدجاج ودهن الدجاج ونكهة التوابل كلها تنزل فوق الرز بعد ما نثقب القصدير. ما يمنع نحط طبقة ثانية لأن يصير تجويف هذا الشكل. بعود خشب أو بالسكين نثقب القصديرة. نجيب الدجاج ونحطه فوق القصدير مباشرة هذا الشكل. طبعا اليوم عملت 3 أنصاص، حسبت حساب القدر ما يكفي إلا 3.
ونحط عليها ورقة زبدة ونغلفها كاملة بالقصدير بهذا الشكل. وندخلها بالفرن على درجة حرارة 200، النار من الأسفل من الأعلى، لمدة 1 ساعة و20 دقيقة. طبعا المسافة بين النار السفلى والقدر تقريبا 10 سنتي كافية. ونسكر عليه. بعد 1.5 ساعة الله ريحة، الدجاج ذايب ذوبان. شوف الجناحين، شوف طالع من محلها، ما يحتاج لا تحمير ولا غيره، جاهز على 24. صحن يتحمل الحرارة نحطه في الوسط بهذا الشكل، ونحط عليه فحمة. وفي عندنا قطعين من شحمة البطن أفضل من الزيت. شحمة البطن تعطيها نكهة طبيعية. ننزلها مباشرة على الفحمة، نحط عليها التقطيع، نتركها تقريبا دقيقتين أو 3 إن شاء الله كافية. هاي حاليا بعد دقيقتين، شوف لي الدخان، شي فخامة، نكهة المندي الأصلي قدامك. شوفوا لي هالرز ما شاء الله تبارك الله، يا سلام. نثر على 24، وهذا اللون نكهة الدجاج اللي نزلت فوق الرز. نسكب حاليا بالصينية. يا سلام، الله الله. بعد ما حطينا الدجاج نحط لنا كم حبة بصل، وخلونا بقى نستمتع بالفقرة اللي انتظرها على نهاية الطبخة، اللي هي من أذوق. راح نكثر شوية. بسم الله. مندي، برميل، حطب، على كيفكم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى دعمك بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وأهلا وسهلا بأحلى متابعين، حياكم الله. وهذا المندي وصفتنا اليوم، اللي هو المندي فرن البيت مع رز على كيفكم. رز نثر تمام التمام. يا سلام.